السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفه ديال سلطه. بحال اللي كتشوفوا عندنا خضار متنوعه. العنصر الاساسي اللي فيها هو البطاطا، وهي السلطه الروسيه، سلطه معروفه عالميا. نتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا معايا المراحل. كتجي زوينه بزاف وتغيير يعني على السلطات الاخرين. غادي نحتاجوا بحال اللي قلنا العنصر الاساسي هو البطاطا، ولذلك غنحتاجوا تقريبا 1.5 كيلو حتى 2. المقادير بصفه عامه غادي يكونوا تقريبيين لان على حسب الكميه اللي غتوجدوا. عندي تقريبا 2 خيارات، 4 ديال الحبات ديال الجزر او الخيزو، عندي بعض حبات ديال الخس، واحد البصله متوسطه الحجم، جلبانه، عندي واحد 3 حتى ل 4 ديال العلب ديال الطون، ديال سمك الطون المعلب في الزيت. كنصفيه من داك الزيت وكنحتفظ غير بواحد 2 ولا 3 المعالق كبار ديالو اللي غادي نستعملهم كذلك في السلطه. الشيء الاخر كنحيدو. عندي الزيتون الاخضر، نستعمل الكميه اللي بغيت. البيض المسلوق عندي تقريبا واحد 5 حتى 6، بالاضافه لشي حاجه مازال نخليوها للتزيين نديرو تقريبا 7، 5 لداخل وجوج مثلا في التزيين. غادي نحتاج كذلك العنصر الاساسي الاخر وهو لا مايونيز او صلصه المايونيز. الكميه اللي غتكفيني حتى غادي تجمع لي مزيان ديك السلطه. عندي شويه ديال لا موطارد، عندي المعدنوس مقطع، عندي لا سيبوليت او الثوم القصابي، هي هذه حتى هي كذلك مقطعه. شنو باقي لي هنا؟ باقي لي كذلك غادي باش غنسمها بطبيعه الحال باينه الملح، شويه ديال عصير الليمون الحامض. وكذلك بالنسبه للتزيين يمكن لي كذلك نستعمل الفلفله بشويه حمراء هكا مقطعه على شكل شرائح. كنظن بانني ما نسيت حتى شي حاجه. ندوز دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديرها في هذا التحضير ديال السلطه الروسيه، البطاطا بطبيعه الحال غسلتها مزيان قشرتها. غادي نشدها، نحاول نقطعها مربعات متوسطه الحجم، ماشي ضروري يكون الشكل ديالهم زوين بزاف لان من بعد ما غاديش يبقاو على شكل مربعات. ملي كنخلطوهم مع العناصر الاخرين ما كيبقاوش يبانوا لنا كاع الشكل ديالهم. دونك ما تعذبوش راسكم بشي تقطع يعني غير بحال هكا. هي بحال اللي كتشوفوا من بعد ما كملنا التقطاع ديال كميه البطاطا كامله، ها هي. ندوزو دابا للخيزو او الجزر اللي حتى هي قشرناها غسلناها وقسمناها بالطول على 2. دابا غادي نحاول نقطعها صغيره، مربعات صغيره. من بعد ما كملت عمليه التقطاع ديال الخيزو بحال هكا مربعات صغيره، البطاطا بحال اللي قلنا هي موجوده، الجلبانه مقشره ومغسوله ومنشفه. دابا غادي ندوزو لعمليه الطهي. عمليه الطهي غادي تكون كل حاجه على حده، البطاطا بوحدها، خيزو بوحدها، وجلبانه بوحدها. البطاطا هي بحال اللي كتشوفوا درناها في طنجره كبيره، غطينا عليها بالماء، الماء ما يكونش فايت بزاف البطاطا على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. وكنزيدوا كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الملحه وكنخليوها كطيب. من جهه اخرى في كاسرونه واحده اخرى كنديروا الماء غليان ومملح وكنطيبوا فيه الجلبانه. نفس الشيء كنديروا الخيزو، كنطيبوها في ماء غليان ومملح وكنخليوها حتى كتنضج وكطيب. على بين ما داك الخيزو والبطاطا والجلبانه كيطيبوا غادي ندوزو للعناصر الاخرين اللي خاصنا نقطعوهم. عندي الخس اللي غسلته ونشفتو، الخيار غسلته وقشرته، والبصله حتى هي قشرتها وغسلتها. هادو كلهم غادي نقطعوهم، نحاولوا نقطعوهم رقاق. هما بحال اللي كتشوفوا الخس ها هو قطعناه رقيق، البصله كذلك، وديك الخياره مقشره حتى هي قطعناها بحال هكاك. كنحتفظوا بهم في شي بول. ودابا غادي ندوز للبيض اللي مسلوق ومقشر، وكذلك الزيتون كلهم حتى هما غادي نقطعهم بنفس الطريقه رقاق ونزيدهم على داكشي الاخر. بالنسبه لهذيك البطاطا من بعد ما تسلقت وطابت كنصفيها من هذاك الماء اللي كيكون زايد فيها، وفي نفس الطنجره فاش طيبتها كنرجعها دابا بلا ما، والنار راه مطفيه، النار ما مشعولاش. كنخليها علاش كندير هذه العمليه؟ باش كتنشف لي شويه من هذاك الماء اللي راكم عارفين البطاطا ملي كنسلقوها كتشرب الماء بزاف. دونك كندير هذه العمليه هذه غير في داك البخار اللي بقى لي ديك السخونيه باش كتنشف لي من الماء، ومن بعد صافي كنحيدها من هنا. البطاطا من بعد ما نشفناها بهذيك الطريقه اللي وريتكم كنحاولوا نديروا لها هكا شويه بالفرشيطه، ماشي تتولي بحال بوري، وانما كيبقاو شويه القطع كيبقاو والاخرين لا. هما العناصر كاملين ديالنا موجودين. غادي نبداو دابا غادي نخلطوا كلشي بحال اللي قلنا، البصله مقطعه، الخيار، الخس، الزيتون كذلك، البيض مسلوق حتى هو قطعناه طريفات،
ديك خيزو منين طابت صفيناها من الماء. الطون ها هو موجود كذلك مصفي من الزيت. الجلبانه كذلك صفيناها من هذاك الماء بعد ما طابت. البطاطا ها هي. بالنسبه للحوايج اللي طيبناهم اللي هما خيزو والجلبانه والبطاطا، قبل ما نخلطوا العناصر كامله كنخليهم كيبردوا واحد شويه، واحد ربع ساعه هكاك في الثلاجه، عاد كنخلطوهم مع العناصر الاخرين. هنا في شي بول يكون عندكم واسع اولا شي طنجره بحال هكا كبيره، كنديروا البطاطا هي الاولى، غنزيدوا معاها الزيتون، الخس، الخيار والبصله، الجلبانه، الخيزو، الثوم، البيض مقطع. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال الملحه او على حسب الذوق، كندوق وكنشوف. واحد شويه ديال العصير الحامض، واحد شويه ديال لامونطاد، معلقه صغيره حتى جوج. الزيت هذيك اللي احتفظنا بها ديال الطون. وغادي نبدا كنخلط بالمايونيز، كندير المايونيز وكنحرك على حسب الكميه. انا راه غنزيد على هذه راه ما كافياش هاد الكميه هذه اللي عندي. احنا بحال اللي شفتوا كنبقاو نخلطوا حنا كنزيدوا في المايونيز، ديك الكميه ديال الزلاف اللي شفتوا راه قليله، كنبقى غادي وكنزيد حتى كينسجموا لي العناصر كاملين. كنزيد هذاك لاسيبوليت والمعدنوس اللي مقطعين حتى هما، كنذوق الملحه، كنشوف واش خاص الملحه ولا خاص الحامض، اللي خاصنا كنزيدو وكنكمل في التحراك. ها هي السلطه الروسيه هي ديالنا وجدت. بالنسبه للتقديم، اما كنقدموها في شي صينيه بحال هكا، كنشدوا لا مايونيز عاديه بلا والو، كنغطيو الوجه كامل كيولي لنا بيض، كنزينوا بهذا البيض مسلوق شرائح اللي كنديروه يعني دوائر. كنقدروا نزينوا بالزيتون الاخضر اولا هذا الكورنيشون او الخيار المخلل. كذلك شرائح ديال الفلفله الحمراء مشويه، يعني كيبقى عندنا الاختيار بالنسبه للتزيين. اما بحال هكا، انا بالنسبه ليا بالتقديم في الصوره النهائيه غادي تشوفوا كيفاش غادي نقدمها. غادي نديرها في اطار بحال هكا، ندير طبق التقديم، ندير الاطار، نعمرو حتى الفوق بهذه السلطه الروسيه، ندير واحد جوج ولا جوج المعالق كبار ديال المايونيز على السطح تولي لي كلها بيضه. غادي نزين بحال اللي قلنا بشرائح البيض، الزيتون، الفلفل الاحمر، وصافي بالصحه والراحه. نتمنى انها تكون عجبتكم هذه الوصفه ديال السلطه الروسيه. على فكره بطبيعه الحال كتكال بارده، خليوها تبرد مزيان واحد 4 حتى 5 السوايع، ومن الاحسن كاع الا درتوها في الليل وكليتوها حتى الغدا كان احسن. نتمنى انها تكون عجبتكم هذه الوصفه، انكم ديروا اعجاب بالفيديو، تشاركوا، وكذلك اهم حاجه اذا عجبتكم القناه انكم تشتركوا فيها للتوصل بكل جديد. شكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.